السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما اتفقنا ان احنا ان شاء الله هنبتديها بقوة جديدة جدا. فتالتة ثانوي نظامنا عالمي جدا بأمر الله سبحانه وتعالى. هتلاقي السيشن بتاعة الشرح موجودة عندك على هيئة 5 بارتس، 5 أجزاء متقسمة إلى كل بوينت. عندنا جزء شرح وراه أبلايد، جزء شرح وراه أبلايد، وبالتالي احنا بنمشي سيكونس بالترتيب. وبعد كده ان شاء الله هنخش جزء الهوم ورك بتاعنا، وجزء الهوم ورك بتاعنا بيتراوح ما بين الأسئلة المودريت الوسط للأسئلة الهاي ليفل، عشان نبقى اتعودنا على كل أنواع الأسئلة اللي ممكن تجي لنا في الامتحان. استثنينا اي اسئله دايركت شويه لان ده ما فهدف منه بس تثبيت المعلومه. بيبقى عليه 3 4 اسئله وسط 70 او 80 او 100 سؤال من اسئله الهوم ورك بتاعنا. علشان كده ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى عايز ورقه والقلم بتاعتك وتكتب ورايا كل نوتس موجوده عندنا. يلا بينا يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بيقول لي ايه؟ support produced by depositions. في support بتيجي نتيجه الديبوزيشن، ترسيب. ترسيب ايه؟ قال لك ترسيب الكيوتينز on the cell walls، على جدار السيل وول. طب ما انا عارف ان الكيوتين بيترسب على طبقات الابيديرمس، صح كده؟ اهو ذا كيوتين معايا كده found on the epidermis walls especially the outermost ones. طب ده دعامه ايه؟ هل هي دعامه فيسيولوجيكال ولا سيلولوز ولا ستراكشرال ولا بي ان سي؟ طبعا الكيوتين ده هو دعامه تركيبيه، هو بيسأل على الفانكشن الاساسيه بتاعت الكيوتين، فهو دعامه تركيبيه. طب ليه؟ اولا هو مش بيقول لي بيلعب دور في ايه، لو قال لي بيلعب دور في ايه هختار بي ان سي. هو مش بيقول لك بيلعب دور في ايه، هو بيقول لك ان الكيوتين ده يعتبر ايه؟ يعتبر دعامه تركيبيه، ولكن عايزك تكتب نوت صغيره ان الكيوتين حلقه وصل لينك بتوين خلاص فيسيولوجيكال سبورت وستراكشرال سبورت. طيب هو موجود على طبقات الابيديرمس، وطبقات الابيديرمس زي ما احنا عارفين يا رجاله الثالثه ثانوي بتلعب دور في الفسيولوجيكال بردك والستراكشرال سبورت. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ support that some plant lose it due to the high temperatures. بيقول لك ان في دعامه ان النبات بيفقدها مع ارتفاع درجات الحراره. فانا عايز اقول لك ان الدعامه دي اكيد بتعتمد على الووتر، لان مع ارتفاع درجه الحراره بيبدا البلانت يفقد الووتر. فالدعامه دي الفسيولوجيكال سبورت. اقول هنا الفسيولوجيكال ايه؟ سبورت. طيب تعالى نفهم ليه مع بعض. اقول له as a temperature، لان كل ما كانت درجه الحراره عندي هاي عاليه بيحصل لوز اوف ووتر، فقد للمياه. وطالما فقدنا مياه يبقى the plant lose its physiological support. النبات هيفقد الدعامة الفسيولوجية. its physiological support، الدعامة الفسيولوجية. high tensile forces are generated within vacuoles of the plant cell. أنا بقول لك جبت سيرة الفاكيولز، جبت سيرة الفاكيولز، أقول له بسبب increased amount of water ولا سيلوز بريسبتيشن ترسيب ماده السيلوز ولا انكريز سوليد كونسنتريشن. بص يا رجاله، التنسل فورس هتزيد لما ازود السولت كونسنتريشن، تركيز الملح جوه الفاكيوم، فيبدا يشرب ووتر بكميات كبيره، فدوت يزود التنسل بتاع السيلز، فبقول له هينكريز سوليد كونسنتريشن. وانا عندي قاعده بتقول كل ما زاد السولت كل ما يشرب ميه اكتر، يبقى اقول لي از سولت كونسنتريشن انكريز the absorption امتصاص of water increase. وده اللي كنا بنقول عليه الأوزموتيك بريشر. أوزموتيك بريشر، ودي كميات السولتس، وهنا العلاقة بينهم دايركت. السؤال رقم 16. The best explanation for why animal cells don't have a cell wall. ايه التفسير ان الانيمال سيل ما عندوش سيل وول؟ يعني عايزين نشوف ايه الانيمال سيل هتعمل ايه. بص بقى ركز معايا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول فاسقيناكم وما انتم له بخازنين. يعني يا بشر هنسقيكم الميه ولكن ما حدش فيكم يخزن الميه. تعال نبص كده. animal tightly regulate the composition of extracellular fluid. ان خلايا الانيمال بسرعه بتعمل ريجيوليشن لكميه الملح والميه اللي عندها، فبتطرد الزياده منهم على طول. بالتالي احنا دايما بنعمل عمليه اليورينيشن التبول او السويتنج العرق او عشان انظم كميه الميه والملح اللي جوه جسمي.
طب ليه انا ما عنديش؟ طب ايه الهدف؟ لان البلانت سيل اللي عندها سيل وول كان اكستند واكسباند، يعني تقدر تتمط وتكبر معايا، وبالتالي حجم البلانت سيل تبقى ستيرجد، بتبقى منتفخه معايا. انما الانيمال سيل رابتشر، يعني بتتفجر. فاقول الاجابه الصح تبقى رقم ايه. ولكن تعالى نقرا الاجابات الثلاثه دول غلط ليه؟ مش عايز اسيب سؤالي لما اقول صح ليه وغلط ليه. Animals have bones, muscles and connective tissue for support. يا راجل علاقه ان الانيمال ما عندوش سلول ان هو عنده عظم، يعني هو بيقول ايه؟ ان العظم ده هيدي قوه زي ما السلول بيدي قوه للنبات. كلام مش منطقي. السلول اساسا لو انت فاكر قلت لك سلول سليلوز ايلاستيك، سلول سليلوز ايلاستيك يعني مرن او مطاط، وبالتالي بختار ايه؟ بختار الاجابه رقم ايه. يبقى دي كده غلط. Animal cells have a complex cytoskeleton. السيتوسكيلتون ده اللي هو ايه؟ انا عندي هنا الخليه بتاعت الانيمال بيبقى فيها كده خيوط كتيره جدا اسمها سيتوسكيلتون، هي اللي بتخلي حجم البلانت سيل كبير شويه. فالسيتوسكيلتون دي غلط. تعالوا نشوف دي. Animal cell exchange large amount of nutrient and waste product across their surface. الانيمال سيل بتعمل كميات تغيير ما بين الغذاء اللي عندها، الغذاء اللي موجود في الدم، والويست اللي عندها. فده كده بينظم كميه الايه؟ ان هي ما عندهاش سيل وول. اولا الاكل بيتاخد بطريقه اسمها ديفيوجن، والويست بتترمي بطريقه اسمها ديفيوجن، يعني من تركيز هاير لتركيز لور. اتفقنا كده؟ وان السيل وول ملوش علاقه بكميات الاكل، ان الخليه بتاخد الريكوايرمنت من الاكل اللي هي محتاجاه فقط لا غير. لكن الميه ممكن تبقى زياده، وبالتالي الخليه بتطرد الميه الزياده. يبقى بردك الاجابه دي هتكون غلط. يبقى الاجابه الصح تكون رقم ايه. السؤال اللي بعده. The physiological support plays its role in the plant. الدعامه الفسيولوجيه بتلعب دور في النبات is vacuum. By getting water out ان الميه بتطلع يعني، فكده الدعامه الفسيولوجيه بتقوم بدورها؟ لا طبعا، ده كده فقد الدعامه الفسيولوجيه. باي ووتر انترنج، لما الميه بتخش جوه الفاكيولز ايه اللي بيحصل؟ في ضغطت على البي اللي هو البروتوبلازم، ضغط على البي اللي هو البلازما ممبرين، ضغط على السي اللي هو السيل وول. صح كده؟ يبقى اقول تاني، في ضغطت على البي، ضغطت على البي، ضغطت على السي. الفي اللي هي الفاكيول، ضغطت على البي اللي هو البروتوبلازم، ضغط على البي اللي هو البلازما ممبرين، ضغط على البي السي اللي هو الفاكيولز، فالسيل وول. فالاجابه عندنا هتبقى رقم بي. طب باي continuously concentration the sap inside برضك دي غلط، ولا اقول ذا above؟ مفيش كده غلط. طب continuously concentrating sap يعني ايه؟ يعني زياده كميات الملح المستمره جوه الفاكيول. طيب ماشي، ما كده ده مش هيديها دعامه فسيولوجيه بس، لان لو زاد كميه الملح اوفر دوز على جوه خليه النبات، كده كده النبات هيبدا يدخل ميه لحد ما يحصل اكوليبريم اتزان، وبعد كده مش هيدخل ميه ايه؟ ميه ثانيه. رقم 23 بيقول لي if you know that the Caspilian strip اللي هو شريط الكاسبيرين اللي هو السيوبرين ده is manufactured by enzyme، يعني يا رجاله في انزيمات هي اللي بتعمله، وعلشان الخليه تقدر تعمل الانزيمات دي لابد ان يبقى الخليه دي عندها جينات خلاص بتتاثر بالبيئه المحيطه. Which of the following is true about the thickness of this strip if the plant is transferred from clay soil to dry soil؟ اتنقلت من منطقه طينيه فيها ميه كتير الى منطقه دراي. هقول له الكاسبيرين ستريب مش هيتغير، ثابت. يبقى الاجابه سي. طب ثابت ليه؟ هقول له ده دعامه تركيبيه وبتبقى ستاندر، ومش مش هيزيد معايا ولا هيقل، هيبقى ثابت معايا في الخلايا. السلوز يا رجاله اللي هو خلايا كولينكايما سيلز، خلايا كولينكايما سيلز. سيوبرين is an internal deposition. سيوبرين ده ماده ترسيبيه داخليه. for external cells كمان بيترسب من بره على الستيم، وقلنا السيوبرين موجود في الكاسبيرين ستريب اللي موجود في النبات من جوه. and may be found in the cells at depths، قد يوجد في العمق. اقول له الجمله صح. while cutin is an external deposition، كيوتين مش موجود لجوه، موجود لبره لحمايه الانسجه الداخليه، هو موجود لبره لحمايه اللي جوه. the both statement are true. وانا بقرا الجملتين قلت لك الجملتين فعلا صح، ان ماده السيوبرين موجوده بره على الستيم وموجوده في جوه بردك عشان تزود الازموتيك بريشر وتخلي النبات يسحب ميه كتير عشان تبعت لماسوره الزايلم اللي بتنقل ميه. وده وجود الكاسبيرين ستريب دوره كده، اشد ميه كتير اودي للزايل، اشد ميه كتير اودي للزايل، اشد ميه كتير اودي للزايل. اما الكيوتين هو خارجي فقط، ودور الكيوتين هو ماده حمايه للطبقه الداخليه للنبات. السؤال بعد كده بيقول لك ايه؟ which of the following plays the main role for straightness of the main plant stem after watering؟ طب ما هو ايه اللي بيخلي استقامه السيقان؟ قلنا عشان بيحصل لها ووترنج بالووتر، يبقى ساب فاكيولز. السؤال اللي بعده 45 بيقول What is the reason for swelling of the plant cells with when watering؟ ايه السبب انتفاخ الخلايا؟ The entry of water into them by osmosis،
ايوه دخول الميه بالاسموزس. هي الميه بتخش بالاسموزس ولا بالديفيوجنز؟ اسموزس. Which of the following explains the tension of the plant cell wall? tension توتر السيل وولز. acquiring physiological support, losing physiological support, acquiring structural support, losing structural support. لا، حدوث الدعامه الفسيولوجيه بيعمل تنشن على السيل وول عشان الفي ضغطت على البي ضغطت على البي ضغطت على السي. Which of the following processes affect directly the physiological support? مين في دول بيضغط على الدعامة الفسيولوجية؟ Transpiration process only بيأثر عليها؟ لأ. هنا عايز تكتب على ده يا جماعة ونكتب absorptions only. absorption only. هنغير بس الاختيارات دي. absorption only. وهنا هنكتب both A and B. فقام أنا مختار both A and B. ليه؟ لان معدل التبخر بيأثر على معدل الفسيولوجيكال سبورت. كل ما زاد الفسيولوجيكال تقل، والابزوربيشنز برضك كل ما زاد الابزوربيشن كل ما زاد الفسيولوجيكال. فالاجابه تبقى بوست بي اند او اي اند بي. 48 in a practical experiment في احدى التجارب العمليه 3 carved pieces 3 جزرات of equal size نفس الحجم were used تم استخدامهم. where the first piece was boiled تم غليان القطعه بتاعه الجزر. إذا غلى الجزر فقد مات، يعني البروتوبلازم اتجمد زي البيضة لما تتسلق. تنفع تبقى كتكوت؟ خلاص ماتت. was boiled in the water and the second piece was put in distilled water. لكن القطعة الثانية تم وضعها في distilled water مية فريش. فتوقع إن القطعة الثانية هتشرب مية كتير فحجمها هيكبر. طيب while the third piece was put in concentrated sugary. القطعة الثالثة اتحطت في محلول سكري عالي. which of this piece lost the physiological support؟ أنهي خلايا من دول تفقد physiological support؟ أقول له the third only. عشان اتحطت في محلول سكري عالي هتفقد ميه. اتكلمنا عليها كتير وحلينا عليها كمان في الامتحان. السؤال اللي بعده 49 which of the following accompanies supplying the plant cell with physiological support؟ بيقول لك ايه اللي بيبقى مصاحب خليه النبات في امتصاص المياه؟ خلاص في الدعامه الفسيولوجيه. concentration of solution inside sap vacuole decrease. تركيز الملح هيبدا يقل. ليه؟ لان انا لما بزود ميه الترجل بريشر بيعلى فالاوزموتيك بريشر بيقل. فدي صح. سايز اوف ساب فاكيول ديكريز غلط لان طبعا المفروض انها تكبر. amount of solution inside ساب فاكيول ديكريز كميه المحلول كله. concentration تركيز ده اللي هو ملح تركيز الملح. concentration of solution inside ساب فاكيول increase طبعا مش هيزيد هيقل. what is the substance that cover epidermis of stem and leaves؟ طبعا كله هيقول stem يبقى سيبرين والليفز كيوتين. اقول لك صح بس تعالى اقول لك بين بلانت ده نبات اساسا عشبي مش ودي مش نبات خشبي. فاي حاجه هيربيشياز عشبيه سواء كان ليفز او سواء كان ستيم الاثنين عليهم كيوتينز. which of the following polymers؟ بوليمر معناها مركب بيتكون من مونيمرز. يعني عامل زي القطر كده بيتكون من عربيات. هو نفس الكلام. is breathed in vascular tissue of the plant and provide with its normal structure support. بيدي دعامه تركيبيه. اللي موجود وبيدي دعامه تركيبيه في الفاسكولار تيشو سواء كان زايلم اللي هو الزايلم يعني فاسكولار تيشو معناها زايلم مدهون بماده ايه؟ وبروفايد ات ويز مور ستراكشر سبورت بيديها دعامه تركيبيه كتيره جدا. خلاص هو ماده الليجنين. السؤال بعد 54 which of the following alternative doesn't agree with the rest of them according to the occurrence of structure support in the plant؟ اولا السلوز بيبقى cover the corner of the cells وده بيدي ريجيديتي. والسوبرين ماده بتمنع الميه فقد الميه وموجود على الاكسترنال من بره ومن جوه. ده موجود من جوه وده موجود من جوه لكن ده موجود فقط اهو اكسترنالي من بره اللي هو الكيوتينز. خلاص يبقى الثلاثه ممكن يبقوا موجودين من جوه لكن ده موجود من بره على الليف. 55 which of the following case results in occurrence of both physiological and structural support together؟ ايه الحاجه اللي بتخلي الفسيولوجيكال سبورت والستراكشر سبورت تحصل مع بعض؟ deposition of lignin in the stone cells ولا putting the dried fruit plant seed in water ولا the irrigation of the mint plant deposition of keratin in the epidermis wall of the Ognetia plant؟ طبعا بقول له ترسيب ماده الكيوتين على الابيديرمس عشان انا عارف ان ماده الكيوتين والابيديرمس خلايا بتربط بين الفسيولوجيكال سبورت والستراكشر سبورت عشان الكيوتين ماده امبريميبل تو ووتر وبكده يبقى احنا
بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا كل الهوم ورك بتاعنا. شكرا لكم، بالتوفيق، اتمنى لكم حظ سعيد وموفق. كان معاكم دكتور خالد حسني، دكتور ماده البيولوجي للمرحله الثانويه. اتمنى ان شاء الله ان انتم تكونوا استفدتوا من كميات الاسئله وكميات التريكات اللي موجوده. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى معانا ومعاكم هنوصل للفول مارك. شكرا لكم، بالتوفيق. كان معاكم دكتور خالد حسني. اتمنى لكم ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى تكون سنه سعيده عليكم 2025. بامر الله نفرح بيكم، وبامر الله ان شاء الله بدايه سعيده لنهايه سعيده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أشطر أب، تعليمك بقى أشطر.